أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وأصدقاء فلسطين في الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني. الدرس الأول من هاي الدورة وحسب محاور الدورة راح يكون اليوم، وهو بعنوان غرزة البداية. راح نشرح في غرزة البداية طريقتين، طريقة للمبتدئين طريقة للمحترفين. لكن قبل ما نبدأ درسنا خلينا نشوف شو راح نحتاج أدوات بشكل عام في التطريز الفلسطيني. بداية راح نحتاج خيوط التطريز، وهي بتكون هيك شكلها. طبعا في منها أنواع كتيرة، ماركات، وفي منها ألوان كتيرة. راح نستخدم هذا اللون إن شاء الله. في غزة بنسمي هاي الخيوط بخيوط الحرير، مع أنها مصنوعة من القطن، لكن هيك في غزة بنسميها خيوط الحرير، وهي متعارف عليها عنا إنها للتطريز الفلسطيني. راح نحتاج أيضا القماش المخصص للتطريز، اسمه إتامين. في منه 1 فيس وفي منه دبل فيس. ال1 فيس هو هذا النوع من القماش بتكون فتحاته كبيرة وواضحة، لهيك راح استعين فيه بالتصوير علشان يكون واضح للجميع. أما دبل فيس بتكون فتحاته أصغر من هاي وأقل وضوحا نوعا ما. أيضا راح نحتاج لإبرة التطريز. إبرة التطريز مختلفة عن الإبر المستخدمة في الخياطة بشكل عام، إنه فتحتها من الخلف بتكون طويلة وكبيرة، ومن الأمام بتكون غير مؤذية. هذا شكلها. وأكيد راح نحتاج للمقص. خلينا نبدأ في درس اليوم، وهو غرزة البداية. لكن قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكوا جميع فيديوهات السلسلة إن شاء الله. نبدأ في غرزة البداية. أول شي راح ناخد قطعة من الخيط وندخلها في الإبرة. راح تكون طبعا بسهولة تدخل لأن الإبرة فتحتها كبيرة زي ما حكينا. في غرزة البداية راح ناخد طريقتين، طريقة المبتدئين طريقة المحترفين. راح نبدأ بطريقة المبتدئين. أولا خلينا مع الإتامين نركز شوي. راح نلاحظ إنه الإتامين عبارة عن مربعات تقريبا، يعني هاي 1 2 3 4 عبارة عن مربع ومربعات جنب بعضها. لو بدنا ننقل الشرح على ورقة مربعات فرح تكون زوايا المربع هي عبارة عن الفتحات الموجودة في قماش الإتامين. يعني رح يكون عنا هنا فتحة 2 3 4 وهكذا. هاي عبارة عن الفتحات اللي موجودة في القماش. لو بدنا نيجي نعرف كيف بدنا نعمل الغرزة البداية، راح نلاحظ انه عنا هنا مربعات. الغرز شكلها راح يكون على شكل اكس. لو نعمل خط افقي او خط عمودي راح تكون الغرز على شكل اكس. لكن كيف بدنا نبدأ في اول غرزة؟ راح نيجي على نرقم الفتحات 1 2 3 4 في أول مربع عنا اللي هو راح يكون غرزة البداية. راح ندخل بالإبرة من رقم 2 من أسفل إلى أعلى. بعد هيك راح نيجي بالخيط لحد 3 وندخل من 3. بعدها راح نطلع من 4 وندخل في 1. نيجي نشوف الشرح على القماش. طبعا رح نحتاج ان نعمل عقدة في الخيط. هذه نهاية الخيط. كيف نعمل العقدة فيه؟ رح نلف على الإصبع تبعنا هيك بهذا الشكل وندخلهم في بعض على طريقة انه احنا نفرك هيك صاروا متداخلين، صح؟ رح نعمل سحب حتى النهاية. أنا حصلت على عقدة في نهاية الخيط. هاي العقدة ما بنعملها في طريقة المحترفين، نعملها فقط في طريقة المبتدئين.
هذه العقدة. تمام، نيجي نطبق اللي حكيناه هان. نعتبر أي مربع من هدول هو عبارة عن غرزة البداية، وندخل من رقم 2 بشكل عشوائي طبعا، لأنه احنا ما عنا نموذج كامل نعمل عليه. دخلت من الأسفل إلى الأعلى، أنا حاليا في رقم 2، والمفروض أروح من 2 إلى 3. يبقى في المربع هاد، هاي المربع، هاي رقم 3 راح أدخل فيها. أنا هيك حصلت على الجزء الأول من الكروس أو الإكس تبع الغرزة. راح أرجع أدخل في 4 وأطلع من 1. 4 راح تكون جنب 3، يعني هاي راح أدخل فيها من الأسفل إلى الأعلى. بعدها راح أرجع إلى 1. أنا هيك حصلت على غرزة البداية. اللي هي الإكس هاد. لو بنعملها في مكان تاني، رح نيجي على أي مكان رح نبدأ منه الشغل تبعنا، وندخل من الزاوية الأعلى الشمال، أعلى يسار المربع، ندخل من الأسفل إلى الأعلى أو من ورا للأمام، من خلف الأمام. ندخل من 2، بعدها نروح على 3 عشان نعمل أول حرف من أحرف الإكس أو أول جزء منه اللي هو الخط المائل هاد. أنا حصلت عليه الآن هان. راح أرجع أدخل من 4 إلى 1 بهاي الطريقة. وأنا هيك حصلت على إكس كامل. كمان مرة راح ندخل من 2 إلى 1. حصلت على الجزء الأول من الإكس. من 4 إلى 1 حصلت على الجزء الثاني من الإكس كامل، وهيك صارت عندي غرزة بداية كاملة. رح نشوف طريقة المحترفين في الفيديو التالي إن شاء الله.